انا عايز اعمل حليه في الشنطه زي كده. عندي شريط في ناحيه من ناحيتين هنا وهنا. انتوا ملاحظين انا موصل الخامه، مفيش مشكله ان اوصل الخامه، بس اوصلها بطريقه ظريفه ونظيفه. اجي في النص هنا المسافه ديت واحاول اخيط الشريط او الحليه في النص، بحاول اوصلهم بالظبط. واشيل الزياده بالمقص. الاسقاي اوصل اتاكد ان في النص وكده خيط. عفوا نشيل الزيادة. يبقى عندي الاسكت والسكاي. في حاجة مهمة جدا أنا عايزكم تركزوا فيها، إن الشيء ده ممكن يتكرر مرة واثنين وثلاثة. قلنا عليه هو مقبض اليد. مقبض اليد دي طريقة ظريفة وجميلة هنتني الحرف زي التثنية المرة اللي فاتت، عرض دواس واحاول اخيط. الاسقاي ده الظهر، ده الوش. ادي مرحلة. اليد بتاخد مرحلتين. اليد بتاخد مرحلتين. ادي مرحلة. المرحلة الثانية بقفل اليد، خليها كده اهو، واخلي ده في النص. تمام. اليد اهي اقفل كده، اسيب 3/4 واقفل كده يجي في النص. يبقى المنظر الحلية منظر جمالي. انا اقصد يعني الخياطة هتبقى منظر حلية. اليد الثانية 3/4 هنقفل على النص ونخيط. طبعا حبة زيت ونحاول نخيط. لما ادينا الزيت في سلاسة في الخياطة. السقاي ده اسمه سقاي فاخر. لو في مشكلة نقصها، مفيش مشكلة. الناحية التانية نساوي. ادي مقبض اليد بحيث لما امسك كده في اريحية، لا كنزة ولا عريضة. المرحلة اللي بعديها هنقفل الشنطة. قبل تقفيل الشنطة
هنركب جرار. هنحاول نظبط الاتنين مع بعض. سن هنا وامسك الناحية التانية وازق كده. الحمد لله جرار المرة دي سهل جدا. واقفل واخلع الناحية التانية كده. قفلت الناحيتين ومتساوي. افتح الشنطة التانية. نتخيل هو ده الوش، وش الشنطة. أي سوستة تفتح من اليمين للشمال، من اليمين للشمال. يعني ركب الجرار من ناحيتي. الجرار اسمه 5 مللي، السوستة اسمها 5 مللي. نحفظ الأسماء ديت عشان لما ننزل نشتري يبقى عارفين أسماء الخامات. اخلع الجرار واركبه تاني. سهولة الشنطة ديت اللي هي جزء واحد، قطعة واحدة. تمام. هنبتدي نقفل الشنطة. السوستة مع الجزء دوت. السوستة اهي مع الجزء دوت. هنحاول نوصل عرض دواس. ابتدي اشتغل فرماتورة. اجي على السوستة اعمل فرماتورة. الخامة التانية السوستة مع الناحية دي. عرض الدواس ابتدي اخيط فرماتورة على السوستة. السوستة لها استعمال. الناحية التانية ماشي. نحاول نشيل الزيادة. لو السوستة ممكن تنسل، ألسع السوستة بالولاعة. الشريط برضه في مكان الشريط أحاول ألسعه بالولاعة عشان ما ينسلش. المرحلة اللي بعديها هنخيط في الناحية دي. يعني السوستة هتقفل الناحية دي. المفروض قفلة السوستة هيكون معها اليد، معاها اليد. ما ينفعش اليد يبقى الناحية دي. يبقى انا كده ماسك الشنطة وقافل على السوستة. زي ما قلنا اليد آخر السوستة. اليد دهيت هنحاول نخليها في النص. في حاجة مهمة جدا جدا، هنخلي ما ينفعش نخيط دي كده، لا، لازم السوستة راكبة على الجمدان. السوستة راكبة على الجمدان. مهمة جدا يا جدا يا اخوانا، بالنا ناخد بالنا. السوستة راكبة على الجمدان وليس العكس. كده غلط، لا، الصح كده. عرض الدواس هنيجي على اليد، فرماتورة على اليد.
اليد الناحية التانية، نحاول الحرف التاني، ما ننساش هنا السوستة راكبة على الجمدان وهنا السوستة تركب على الجمدان، العكس غلط، العكس غلط. حرف اهو، ونحاول نخيط عرض الدواس. عند اليد نعمل فلاتورة الناحية التانية، اللي عملته الناحية دي عمله الناحية دي، أكرر تاني كده غلط كده صح. وهنخلي هنا التجميع، هنا مرحلة التجميع في النص، عرض الدواس، فرمطورة في الأول وفرمطورة في الآخر. تمام كده غلط، الصح كده. سامحوني اللي انا بكرر المعلومه، سامحوني اللي انا بكرر المعلومه، في الاعاده افاده. خلصنا اول شنطه، ادي الشنطه بعد الخياطه، خيطنا الحته اللي احنا اكدنا عليها، نفتح الشنطه ونحاول نقلب. الشنطة ناشفة شوية بالظريفة، هتعجبكم إن شاء الله. حاول أبرز النقط دي تظهر. ظهرت الشنطة، ادي شنطة الاسكت، مابضيات زي ما قلنا مع السوست. ادي الاسقاي. الاسقاي استاذ محمد بيصورني بيقول لي الصراحه الاسقاي طلعه خطيره وجامده. ادي الاسكت وادي الاسكت وادي الاسقاي وادي الشغل اللي احنا عملناه قبل كده الاسقاي. ليه انا بكرر الشنطه؟ عايز اثبت لكم ان الشنطه سهله جدا جدا جدا. يا رب نكون استفدنا وخدنا معلومة. وتحية خاصة لكل واحد علق على القناة عندي، سواء من الأردن، من الجزائر، من مصر، من تونس، من أي بلد عربي. مرحبا بكم ومرحبا في أي تعليق، وأنا تحت أمركم في أي معلومة. وإلى اللقاء في معلومة أخرى.